لو دايما مشكلتكم مع الشيش طاووق والخضار اللي بيبقى موجود معاه انه في الاغلب بيبقى فلفل الوان وانتوا مش بتحبوه، هشارك معاكم شيش طاووق بخضار مختلف النهارده مع البطاطس والكوسه. طعمه جميل جدا وتتبيله الشيش طاووق كمان مختلفه عن اللي احنا عملناها قبل كده، تتبيله عطريه كده. يلا بينا نبدا. اول حاجه هنجهز عيدان الشيش طاووق بتاعتنا. هجيب صينيه احط فيها عيدان الشيش طاووق واحط عليها ميه عاديه بدرجه حراره الغرفه، اسيبها تقريبا من نص ساعه لساعه. بعدين نيجي للتتبيله. اهم حاجه في التتبيله دي نعناع مجفف وزعتر مجفف وروزماري، هي تتبيله كده بالاعشاب. واحط كمان ملح وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر ومرقه دجاج. وهحتاج كمان علبه كبيره من الزبادي، وخليط التوابل بتاعي هنزله كله على الزبادي. وهحتاج كمان عصير من الليمونه، وهحتاج كمان النعناع المجفف والزعتر المجفف. التتبيله دي هتكفي تقريبا لكيلو من قطع الفراخ. ونقلب التتبيله كويس مع بعض. هحط كمان معلقه كبيره من زيت زيتون واخففها كمان بمعلقه كبيره من الميه، وكده قوام التتبيله جاهز معايا. هبدا انزل قطع الفراخ بتاعتي واقلب التتبيله في الفراخ كويس قوي. ممكن نسيبها طبعا طول الليل او نص ساعه زي ما انتوا حابين. وبعدين نيجي للخضار. استخدمت كوسه وبطاطس قطعتهم رفيع، يعني الكوسه قطعتها متوسط شويه لانها ما بتاخدش سوا كتير، لكن البطاطس نقطعها رفيع على قد ما نقدر. لو ارفع من كده كمان يكون افضل عشان تستوي في نفس الوقت بتاع الفراخ اللي هو هياخد تقريبا ساعه بس في الفرن. وبعدين هبدا انزل الخضار بتاعي على الفراخ والتتبيله كده كويس مع الخضار والفراخ. اول ما انزل الخضار على الفراخ خلاص ما سيبش التتبيله وقت كتير عشان البطاطس ما تسودش. هبدا ان انا اشتغل على طول في طريقتين للتسويه، ان احنا نجيب عصيان كده الشيش طاووق ونحطها على الصينيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، او ان احنا نستخدم شبكه تحتها الصينيه فيها ميه سخنه. انا المره دي اخترت الطريقه اللي هي الاولى. وبعدين هبدا اجيب عصيان الشيش طاووق وهبدا ان انا ابني طبقات، احط بطاطس وكوسه واحط الفراخ بتاعتي، وافضل اعمل كده لحد ما اخلص كميه الفراخ بتاعتي كلها. وابدا كده ارسم في الصينيه بتاعتي. وبعد ما خلصت الكميه كلها هدهن الفراخ بتاعتي كمان بباقي التتبيله علشان الفراخ والخضار يبقى فيهم كده من التتبيله كتير جدا. اما بالنسبه للكوسه والبطاطس لو عايزين تضمنوا انها تبقى جوسي كده وتستوي كويس جدا، ممكن تحطوهم في الصينيه من تحت مع باقي التتبيله اللي هتتفضل مع شويه ميه سخنه كده، هتستوي وهتبقى طريه جدا. بس لو التزمتوا بالطريقه وقطعتوا البطاطس رفيع هتستوي كده مع الخضار وهيبقى طعمها جميل. التسويه هنحط في الصينيه من تحت ماء ساخن عشان الفراخ والخضار ما تنشفش. هندخلها فرن متسخن لدرجه حراره 180، هتاخد تقريبا ساعه كده في الفرن. وده شكل كده الفراخ بتاعتي بعد ما استوت. الشيش طاووق بتاعي استوى وريحته بتبقى جميله جدا، والخضار بتاعي كريسبي كده من بره ومن جوه طري كده وجميل. وكمان التتبيله دي لذيذه قوي مختلفه عن التتبيله اللي انا شاركتها معاكم قبل كده. كل تتبيله منهم طعمها مختلف وبتدي طعم مختلف كده كل مره. شايفين كده دي كده شكل الفراخ بتاعتي عليها الاعشاب العطريه اللي احنا استخدمناها، ريحتها وطعمها جميل جدا. ودي كده البطاطس كريسبي قوي من بره ومن جوه كده طريه وكريميه وجميله جدا جدا. وكمان الكوسه. لو عجبتكم فكره النهارده ما تنسوش تعملوا لي فولو وانجوي.